الفيديو هذا عملته لواحد يعيطوله، بعثوا لي الفيديو نتاعو عيطوله بونيف يوسف. المهم بونيف على ما اظن، اذا كان يذكروني الاخوان والساده المشاهدين يذكروني بالاسم ديالو بونيف، اللي دعاه في الفيديو دعاه لطرد المغاربه من الجزائر، طرد المغاربه الجاليه المغربيه من الجزائر. وقال يعني نعاودوا لهم نتاع الطرد نتاع 1975. إذا هذا يعني يرث طبعا أديان مخربة، هذا مما لا شك فيه، يعني أديان مخربة. المقبور بخربة اللي باع الثوار الجزائريين الحقيقيين، باعهم لفرنسا ونسق مع فرنسا باش يقتلوهم وباش ينفرد بالحكم. هاي سيدي انفردت بالحكم لمدة معينة، وبعد واش دار لك ربي؟ تعرفوا بخربة كيفاش مات يا أمة العرب والإسلام؟ بخربة وقت اللي مرض جابوا له ما يعادل 40 طبيب، 40 طبيب من كل أنحاء المعمورة، حتى من كوبا اللي معروفة بالأطباء متاعهم، ولا طبيب شخص المرض متاع هذا يا ابو خروبه اللي يسمى روحه بومدين، ولا طبيب الى ان مات. يعني كما نقولوا احنا كي موت الكلب في المزبله، بالضبط ابن الفاجره بالضبط. ولذا حييكم، ونحب نقول لك ابن الراقصه بونيف بالجزائر هذاك اللي قال طردوا المغاربه، انا نقول له حاجه واحده، نقول له اتحداك اذا كان تجيب وثيقه رسميه في الجزائر مكتوب فيها اسم الاب ديالك، والله اتحداك تخرج وثيقه رسميه من الجزائر ما هيش مدلسه وتحط فيها بطبيعه ويحطوا فيها اسم الاب ديالك. انت دون اب يا بونيف، فرخه حرام واعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حب تطرد المغاربه وتدخل الفرنسيس، حب تطرد المغاربه وتدخل الفرنسيس، فلعنه الله عليك وعلى من والاك وعلى حكامك وعلى كل من دفع لك. واضح؟ اذا تاكدوا من حاجه، انه هذه تربيه العسكر للاسف الشديد، وهناك فرق شاسع بين تربيه الكبرنات وتربيه الملوك.